بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. احنا النهارده بقى هنعمل حاجات جميله جميله جميله. كل سنه وانتم طيبين. النهارده طبعا تاني يوم رمضان، فهنعمل حاجات جميله النهارده. الفطار طبعا هيبقى جميل، وهنعمل اطعام ان شاء الله. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب. وهنعمل اكل حلو هيعجبكم باذن الله. هنعمل وصفات كتير، ومعايا طبعا هيساعدوني بناتي اللي انا قلت لكم عليهم قبل كده، ملك وشيرين. هنعمل جلاش باللحمه المفرومه وبالجبن، وهنعمل اللهم صل على النبي، وهنعمل مكرونه بالبشاميل، وهنعمل بانيه، وهنعمل ايه، هنقطع خيار وطماطم وحاجات كده. والاطعام طبعا ربنا يا رب يا رب يتقبله مننا يا رب. هنعمل رز ريزو، وهنعمل استريبس ومخلل. فيا رب حبايبي تتابعوا الفيديو كده للاخر، وتتفرجوا على الحاجات كلها اللي احنا هنعملها ان شاء الله. ان شاء الله هتنول اعجابكم. حاجات جميله والله، وهتستفيدوا منها كتير. ويا ريت تدعموني وتحطوا اللايك. انا بحبكم جدا زي ما انتوا عارفين، وانتوا بقيتوا اصحابي واصدقائي، وانا بحب الوقت اللي انا بصور فيه معاكم، بقيت احبه جدا جدا جدا. فاتمنى يا رب ان انتوا تتفرجوا على الفيديو وتعملوا لايك وتكملوا الفيديو للاخر يا حبايبي. كل سنه وانتوا طيبين يا رب، ويجعلوا رمضان سعيد عليكم وعلى حبايبكم وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب بخير. دلوقتي انا شيرين بنوتي اللي معاكم دلوقتي هي اللي بتعمل الجلاش. فهي طبعا الجلاش عادي، هي عصاجة اللحمة عادي. خدي شيرين معاكم اهي. طبعا بقى بالبصل اللي انت فرستيه يا ماما. السلام عليكم، وتسلمي على حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا طبعا ماما كانت عامله فيديو تفريزات وانتوا شفتوها، كانت من ضمن التفريزات دي بصل. تمام. البصل ده بصراحة ساعدنا جدا في تعصيقة اللحمة. فاليوم النهاردة كان بسيط بسبب بصراحة التفريزات اللي ماما كانت عاملاها. فزي ما شفتوا كده في اول الفيديو اللي هنعمل الجلاش باللحمة، نص باللحمة المفرومة والنص التاني بالجبن. الجبن دي بقى ايه، بواقي حشوة السمبوسة بتاعت اول يوم رمضان. بقت مننا شوية جبن موتزاريلا، على جبن بيضة، على زيتون وفلفل اخضر. شلنا بقى اللي اتبقى دوت، وهنعمله بنص صينية الجلاش دي. دهنا الصينيه طبعا في الاول كويس، وبدانا نحط بقى طبقات الجلاش وندهنها طب قولي لهم عصاجتي اللحمه بطريقتك. ايوه. والعصاج اللحمه بقى حطينا البصل اللي احنا فرزناه الاول كده على النار يفك، وبعد كده حطينا عليه اللحمه وسيبناهم بقى ياخدوا تشويحه كده مع بعض بشويه زيت ومعلقه سمنه وبس. وبعد كده بقى ايه، طلعناهم من على النار، حطينا بقى توابل لحمه وملح وفلفل وكمون وكزبره برده وسنه قرفه. تمام، قرفه ناعمه بس. وهنبدا بقى نحط الطبقات بتاعه الجلاش، وفي الاخر خالص هنبقى نحط بضايه وحبه لبن بس، والبضايه وشويه اللبن ومعلقه سمنه، ونقلبهم مع بعض ونحطهم ايه على الجلاش. هنا بقى هنعمل الستريبس بتاع الاطعام. بعمل ايه، بحط الستريبس في خلطه كده، بصل وفلفل وطماطم وليمون وخل، واضربهم في الخلاط. وبعدين نحط معاهم علبه زبادي وتوابل ملح وفلفل وكمون وكزبره وتوابل فراخ. تمام. وبعدين هنسيب بقى الستريبس يتبل. تاني حاجة هنعمل عجينة للستريبس عشان خاطر نحطها فيها كتبقى ديبنج يعني. العجينة دي عبارة عن دقيق ومية ونفس التوابل اللي حطيناها في الستريبس. تمام. سوري يا جماعه. بعد كده الدقيق بقى اللي احنا هنكفر بيه الستريبس، هنحط فيه نفس التوابل اللي احنا ايه تبلنا بيها الستريبس من الاول. بس بجيب بقى الستريبس من التتبيله واحطها في العجينه اللي احنا عملناها دي، وبعد كده بقلب بايدي الاتنين من تحت لفوق عشان يديني الكفر اللي هو المقرمش اللي بيبقى على قطعه الستريبس من بره. تمام. ديت ميه متلجه. بعد ما بحط الستريبس في العجينه وبعد كده احطها في الدقيق، بحطها في ميه متلجه، الميه دي يكون فيها تلج. تمام. وبعد كده بقوم مرجعاهم تاني في الدقيق، واقلب بقى من تحت لفوق على قد ما تقدري. لازم يكون عندك كميه دقيق كويسه عشان خاطر الكفر يطلع كويس. ده كان شويه تاني غير الاولانيين اهو.
بس ده كان شكل الستريبس. هنا بقى ماما وملك كانوا بيعملوا المكرونه البشاميل بتاعت الفطار بتاعنا عادي. تمام. عملنا بشاميل، سلقنا المكرونه. تمام. مش بنحط زيت على المكرونه وهي بتتسلق، بنحط ملح بس. وعملنا البشاميل معلقتين دقيق مع 3-4 معالق من السمنه ونقلبهم مع بعض. تمام. او عايزين كميه البشاميل كبيره يبقى 4 معالق من الدقيق مع 4 معالق من السمنه. وهنحط قد كيلو الا ربع مثلا من اللبن. تمام. وبعد كده نقلبهم كويس ونحط بس ملح وفلفل ابيض، لو يعني عشان لونها ما يغمقش نحط فلفل ابيض بدل الفلفل الاسود. تمام. وماجي او مرقه شوربه، ممكن تحطي نص الكميه لبن ونص الكميه شوربه. وديت اللحمه المفرومه العصاج بتاعنا عادي. تمام. لو عايزين نحط معاها مثلا جبن بقى، اي جبن متوفره عندك بتحطيها معاها عادي. ونحط كميه المكرونه اللي باقيه على الوش، ونحط عليها بقى البشاميل. تسلم ايدك يا ماما. تسلميلي يا حبيبتي. بس يا حبايب قلبي، زي ما شيرين قالت لكم كده على طريقه الستريبس والمكرونه والجلاش، انا دلوقتي بحط المكرونه وحطيت عليها شويه موتزاريلا، وبعد كده بقى بنقلب البشاميل اهو، وهنحط البشاميل على الوش. انا حطيت مع البشاميل برضو شويه موتزاريلا، حبه موتزاريلا كده صغيرين على البشاميل بس. وهنقفل الصينيه عادي خالص زي اي بيت مصري بيعمل بشاميل. هي البشاميل ما فيهاش اي حاجه خالص. وبعد كده بنقفلها وبنحطها في الفرن. انا دلوقتي ولعت الفرن بقالي 10 دقايق. هحط صينيه البشاميل وصينيه الجلاش مع بعض. بس الجلاش بس يا دوبك لونه يعني يبتدي تحسي ان هو يبتدي لونه ينشف كده، تقومي عامله كوبايه لبن وعليها بيضه وحبه فلفل اسود صغيرين تحطيهم على البيضه وتربيهم كويس جدا جدا جدا، وبتسقي بيهم البشاميل. تمام يا حبايب قلبي. احنا دلوقتي خلاص ركننا البشاميل، لسه ما حطيناهاش في الفرن. احنا دلوقتي ملك عايزه جلاش اللي هو الصوابع اللي محشي سوداني وزبيب وجوز الهند. بدأت اجيب لفة الجلاش وبفردها وباخد ورقة ورقة. لو الورقة حسيت ان هي خفيفة خليهم ورقتين احسن عشان يبقى محمل كده ويبقى حلو بس. وتحطي بقى الزبيب مع الجوز الهند مع السوداني وتلفيهم على هيئة رول كده مع بعض، كل ورقة كده لوحدها، وتدهنيها بالسمنة. دي سمنة بلدي، عندك سمنة عادية اللي انت عايزاه حطيه، سمنة على زيت اللي متوفر عندك يا حبيبة قلبي انت ممكن تحطيه. معلش الفيديو بقى سريع النهاردة كده علشان الوصفات كتير وعندنا اطعام وعملنا الفطار بتاعنا طبعا زي ما احنا قلنا لكم كده. فاحنا دلوقتي ربنا يتقبل منك يا ماما. يا رب يخليك يا حبيبتي ويجعله في ميزان حسناتنا يا رب يا رب، ويرزق الناس كلها يا رب اللهم امين، ويجعله رمضان كريم على الامة الاسلامية وعلينا وعلى كل حبايبنا يا رب. ما تنسوش اللايك يا حبيبتي يا حبايبي ودعموني. الجلاش ده بجد طلع تحفه يا جماعه، كان نفسي بجد ندوقكم كلكم. الف هنا وشفا. دلوقتي انا بعمل رولات الجلاش وبحشيها بالزبيب والسوداني وجوز الهند. انتي بقى لما بتغلفي الجلاشة بالسمنة بيطلع مورق وبيطلع جميل فعلا من جوه. بكون انا في الوقت ده عملت ملك حطت كوبايتين سكر على كوبايتين مية على نص ليمونة وقلبتهم وحطيتهم على النار. يا دوبك كده يبقى لا هو تقيل ولا هو خفيف. دوت الشربات بتاع الجلاش. تمام يا حبايب قلبي. الشربات بيغلي بس 10 دقايق من بقى، احسبي 10 دقايق من بعد الغليان وبس، وطفي عليه وحطي عليه بعد ما يطفي معلقه سمنه وكيس فانيليا، ويعني شمي احلى ريحه شربات في الدنيا. فعلا بيخليه طعمه جميل وريحته بتبقى فعلا بتملى البيت كله. وطبعا الشربات بتاع الجلاش بيتحط على الجلاش اول لما الجلاش يطلع من الفرن، بيتحط عليه الشربات بارد، يعني الشربات يبقى بارد لسه كنت هسألك وخفيف، والجلاش يطلع من الفرن سخن. يعني جلاش بيبقى بارد وجلاش لا الشربات بارد وجلاش سخن، يا اما العكس ممكن صح؟ لا لازم الشربات بتاع الجلاش يكون بارد وخفيف، بارد وخفيف. تمام يا حبايب قلبي. كده احنا بخلص اهو في الرولات بتاعه الجلاش دي، تقريبا اخر ورقه خلاص هنعملها. نسهل على نفسنا بقى يا جماعه في رمضان، مش لازم الحاجات الحلوه الكتير، يعني مثلا يوم جلاش يوم كنافه، مش لازم يوم واحد نعمل فيه جلاش وكنافه وقطايف لا هو صنف واحد كفايه قوي، يعني صنف واحد بس يعني حلو يعني كفايه. يعني احنا النهارده عملنا الجلاش، بكره مثلا نعمل كنافه، لان هو الجلاش طلع تحفه
الله اكبر الله اكبر، يعني هما بسم اتنسف. الله ما شاء الله كلوه اتنسف. من جماله والله فعلا والله بجد. كان جميل جدا، خفيف كده وحلو. ورقة الجلاش نفسها الله يبارك له، يعني الراجل اللي عامله تحفة ما شاء الله. الف هنا وشفا يا رب. انا سعيدة بيكم قوي 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 وفرحانة قوي بالقناة والله العظيم، عشان انتوا معايا والله والله من غير حاجة بجد. يعني انا بستمتع بالوقت اللي انا بتكلم معاكم فيه. دلوقتي بعد ما عملنا الرولات بتاعت الجلاش بنقطعه بقى بالسكينة. قطعيه بقى الصوابع على حسب اللي انت عايزاه. عايزة صابع يعني كبير، عايزة صابع صغير، عادي زي ما انت عايزة. بس بتقطعيه، بس لازم تقطعيه قبل ما تدخليه الفرن. تمام يا حبايب قلبي. واخدت صينية الجلاش الحادق وصينية المكرونة ودخلتهم الفرن. بس هخلص برضو الجلاش الحلو دوت وهحطه معاهم على الشبكة من فوق. في الوقت ده بقى يا جماعه كنت انا بقلي الستريبس. اللهم بارك، عمل كميه كويسه جدا جدا ما شاء الله. شيرين جابت الاستريبس وتبلته، هي طبعا قالت لكم على الطريقه. وهنا بقى دلوقتي ايه، هنحط بقى الرز الريزو. بنقفل بقى الوجبات. الرز الريزو ده يا جماعه تحفه تحفه تحفه. طب قولي لهم على طريقته يا شيرين. طريقه ممكن تعمليها. اول حاجه في الحله هنكرمل معلقتين كبار سكر. بصي على حسب كميه الرز اللي هتعمليها، بس لو هنتكلم مثلا في نص كيلو رز هنحط في الحله معلقه سكر كبيره وتتكرمل. وبعد كده هنحط عليها ايه، كميه الزيت. في ناس بقى بتحب الرز يبقى فيه زيت كتير، في ناس بتحبه دهون قليله، فهتحطي ايه معلقتين 3 4 كده. بس زيت من نضيف يا جماعه. زيت نضيف. زيت نضيف. وبعد كده بعد ما تحطي الزيت هنحط نقلبهم شويه مع السكر. وبعد كده نقطع بصلايه متوسطه، نقطعها صغير خالص، ونحط البصل ايه ياخد لون شويه مع السكر ومع الزيت. وبعد كده هنجيب صوص باربيكيو وصوص وكاتشب. تمام. احلى بجد طريقه للرز ريزو الصوص الباربيكيو والكاتشب. بتحطي مثلا 4 معالق 5 معالق، يعني كل ما تتوصي في الصوص الباربيكيو والكاتشب هيطلع طعمه تحفه وريحته جميله كمان. تمام. ومعلقه قرفه او نص معلقه قرفه. تمام. ونحط كل دوت مع الزيت والباربيكيو والكاتشب والسكر. وبعد كده نحط بقى الرز عليهم ونقلب الرز جامد كده تشويحتين الاول على النار عشان يطلع مفلفل في الاخر. ونحط كميه الميه. كميه الميه بتبقى مغطيه الرز بقد 3-4 عقل كده من الصوابع. تمام. واول لما يغلي الرز نغطي عليه، واول لما يتشرب الميه بتاعته نقوم موطيين النار خالص. بعد ما تحسي ان الرز كده اتشرب هتقلبيه، وبعدين تشوفي بقى ايه استوى ولا ما استواش. يعني لو ما استواش اقعدي سقسقيه كده بميه مغليه شويه بشويه لحد ما يستوي خالص. وخدي بقى احلى رز ريزو في الدنيا. بصراحه كان طعمه ما شاء الله تحفه. والف هنا وشفا على اللي ياكل يا رب. الف هنا وشفا. الطبق بقى يا رب يا ماما. الف هنا وشفا يا رب على قلوبهم اللي اكلوا يا رب كده، يا مطرح ما يسري يمري يا رب. الطبق بقى قفلناه، حطينا كميه رز كويسه. وكل طبق كده بنحط فيه 3 قطع ستريبس. لو قطعه صغيره شويه بنحط 4 قطع، لو قطعه كبيره شويه بنحط قطعتين ومعاهم مخلل. تمام. وكل طبق طبعا من دول بيبقى معاه ايه المعلقه بتاعته. انتي بقى ومقدرتك في الوجبات مش شرط تعملي، يعني دي فكره كده ممكن ايه يعني تنفذيها، او ممكن تعملي اي حاجه تانية. مثلا الستريبس ده تعملي معاه مكرونه، او بدل الستريبس تعملي بانيه مش ستريبس يعني يبقى بانيه عادي. ممكن تعملي معاه مثلا تحطي صوص من فوق، صوص باربيكيو صوص كاتشب، بس للاسف كان خلص من عندنا فما حطيناش. ممكن تحطي عليه تزيني بيه بالكاتشب او الباربيكيو. تمام. او تحطي كيس كاتشب. ممكن بقى لو انتي يعني ربنا يفتح عليكم وعلينا يا رب ممكن تزودي مع حاجه حلوه، مثلا تعملي شويه مهلبيه او رز بلبن وتحطي مع الوجبه مثلا، او علبه عصير مع الوجبه، بحيث ان الوجبه تبقى مشبعه على اللي ياكل، يبقى يحدق ويحلي مع بعض الاتنين. يعني قطع كلامك يا شيرين. احنا مش بنصور والله الوجبات ان احنا بنستعرض او كده هوت، لا احنا عشان نشجع الناس ان هي يعني ده شهر الخير وشهر الكرم وشهر يعني الناس يعني الوجبة دي ما تعرفش الناس، مثلا في ناس بتبقى محتاجاها، فاحنا بنوريكم انتوا الفكرة ان انتوا تعملوا زينا. ومش شرط، ممكن بأقل حاجة ممكن تعملي طبق واحد، ممكن تعملي طبقين من دول.
ربنا يديك الصحة والعافية يا ماما يا رب، ويخليكي لنا ودايما في الخير يا رب. يعني هو زي ما بيقولوا كده اللقمة تزيل النقمة، فانتي عندك حد تعبان، عندك كرب في البيت، حد مخنوقين متضايقين في اكتئاب، الظروف مثلا على قدها او الدنيا مثلا مش احسن حاجة، اعملي اطعام حتى لو باخر جنيه عندك، لو باخر جنيه. متفتكريش مثلا ان الصدقه او الفلوس اللي انتي هتطلعيها في الاطعام دي هتقلل من الفلوس اللي معاكي. لو بتاخدي مصروف 1000 جنيه وطلعتي منهم مثلا، عملتي سندوتشين الصبح وانتي رايحه الشغل، خدتيهم اديتيهم لاي عامل نظافه مثلا في الشارع، او انتي نازله، او انتي مثلا راجعه جبتي مثلا علبه عصير او علبه رز بلبن من السوبر ماركت واديتيها لاي طفل مثلا في الشارع غلبان، اي حاجه ربنا بيقبل، يعني ان شاء الله يقبل. وانما الاعمال بالنيات. انتي مثلا كل ما يبقى نيتك من جواكي ان انتي تعملي الخير هتلاقي ربنا موسعها عليكي. واعملي الاطعام وارمي البحر زي ما بيقول، يعني اعملي الاطعام والاطعام لله. من صدقه لا يقل مال من صدقه. عمر الصدقه ما تقلل مالك ابدا، بل بالعكس، ده ربنا ما شاء الله واكبر هيبارك لك في صحتك وفي ولادك وفي مالك وفي كل حاجه والله في حياتك. الصدقه دي حاجه جميله جدا 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 وبالذات، واطعام صائم دي حاجة حلوة قوي. فانا والله يعني بصور لكم الاطعام ده تشجيع ليكم بس، والله العظيم مش اكتر. احلى سفرة دي بقى ولا ايه يا جماعة؟ خلصنا بقى الحمد لله. كانت احلى مكرونة بشاميل بجد، واحلى جلاش حقيقي، واحلى بانيه. يعني جربوا بجد الطرق اللي احنا عملناها النهاردة دي، يعني بجد هتتبسطوا بيها قوي قوي قوي، يعني هيبقى طعمه حلو قوي. وده الجلاش يا جماعة، بصوا بقى الجلاش في الاخر حقيقي احلى جلاش بجد، ممكن تجربوه بجد. كان خفيف قوي والشربات كان خفيف مش مسكر، وكان بصراحة طعمه جميل جدا جدا. يعني دي موكا بقى اللي بتوريكم الجلاش. بصوا هش هش جدا، بصوا من جوه عامل، بصوا جميل جدا جدا، رقات كده وخفيف خفيف كأنك يعني تاكلي صابع والتاني، جميل جدا. احنا بقى يا جماعة هنستنى تقولوا لنا انتوا جربتوا ايه من الوصفات بتاعتنا النهاردة دي، ويعني كنت مبسوطة ان انا معاكم. باي باي. اعملوا لنا لايك بقى حبايب قلبي، وربنا يا رب يتقبل